اتعرف على 11 زوج في حياة سهير رمزي، سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي، وفنان طلق فنانة من أجلها. لما اتسألت الفنانة سهير رمزي عن عدد أزواجها قالت بصراحة مش فاكرة. أيوة هم كتير بس كله بالحلال وده أهم شيء، لكن وحسب الذاكرة أو نقدر نقول حسب المعلن فهي اتجوزت 12 مرة. مش كلهم من شخصيات معروفة، لكن نصهم عرفناه وعرفنا ليه اتجوزوا وتقريباً ليه اتطلقوا. أول زوج كان الموسيقار حلمي بكر، ووقتها كان عمرها 16 سنة بس، واستمر الزواج سنة واحدة، وكان سبب الطلاق هو رغبتها في دخول عالم التمثيل، وهو اللي رفضه حلمي بقوة. وحلمي بعد سنين طويلة على الطلاق قال إنها أكتر واحدة حبها في زوجاته. صحيح حلمي بكر هو كمان اتجوز 13 مرة. الزوج التاني كان شخص غير معروف، وكان رجل أعمال غني من خارج الوسط الفني، وما استمرش الزواج كتير ولكنها اتطلقت منه واتجوزت صاحبه. الزوج الثالث كان صديق جوزها وتقدم للزواج منها بعد طلاقها، وهو الفنان إبراهيم خان، وكانت قبل طلاقها طلعت إشاعات إنهم بيحبوا بعض، ونشرت الصحافة تقارير بالمعنى ده، فطلب منها جوزها إنها ما تشاركش في أي عمل يكون فيه إبراهيم خان. وفي مرة كان جوزها مسافر لأوروبا وجالها تعمل فيلم 3 فتيات مراهقات، وبدأت التصوير فعلا. ولما رجع الزوج وعرف دورها في الفيلم طلب منها تسيبه ويدفع هو الشرط الجزائي، ولما رفضت طلقها، ووقتها اتجوزت إبراهيم خان. ما تعرفوش بقى كانت عاوزة تغيظ جوزها ولا إيه، لكن عموما جوازها بإبراهيم ما كملش 1.5 سنة واتطلقوا. صحيح إبراهيم كان فنان سوداني الجنسية. الزوج الرابع، رابع زوج في حياة النجمة سهير رمزي، كان الأمير خالد آل سعود، والزواج وقتها كان سري، والأمير خالد ما كانش مقيم في مصر بشكل دائم، واستمرت الجوازة 2 سنين، وكان الطلاق برغبة من سهير رمزي. الزوج الخامس هو كمان رجل أعمال خليجي، ولكن المرة دي من الكويت، واسمه محمد الملا، وكان الطلاق بسبب مشهد جريء عملته في فيلم المذنبون، وده كان بعد 5 سنين جواز. صحيح الملا كان متجوز قبلها من الراقصة نجوى فؤاد. الزوج السادس، كان الزوج السادس هو رجل الأعمال السوري زكريا بكار، وهي ما بتحبش تحكي عنه كتير، وبتقول إنها فترة مش بتحب تفتكرها. الزوج السابع، أما السابع فكان خليجي برضه ولكن من اليمن، وهو رجل الأعمال علي منصور العودي، وبرضه ما استمرش الزواج كتير. الزوج الثامن هو الفنان المصري محمود أبيل. سهير وصفته بالمحترم والمهذب، ولكنها ما قدرتش تعيش معاه، وإن جوازهم كان غلطة وتسرع منهم، لأنهم قرروه في يوم، وبعد ما اتجوزوا اكتشفوا إنهم مش هيقدروا يكملوا مع بعض. الزوج التاسع، رجل الأعمال سيد متولي، رئيس النادي المصري البورسعيدي الأسبق، واستمر جوازهم 8 سنين، وانفصلت فيها عنه مرتين، واتقال إنه كان بيديها هدايا وعربيات وفلل، وإن الطلاق النهائي حصل بسبب وضع أمواله تحت الحراسة، ووقتها كانت سهير مراته، فالمحكمة كمان اتحفظت على أموالها، ومن هنا طلبت هي الطلاق. الزوج العاشر هو الفنان فاروق الفيشاوي، اللي اتقال إنهم حبوا بعض وهو لسه متجوز من سمية الألفي، وبسبب سهير رمزي طلق سمية، واتجوزوا فعلا، واستمر الجواز بينهم 5 سنين، واتطلقوا فيها 3 مرات. الزوج ال11، علاء الشربيني، هو الزوج الأخير، ولسه علاقتهم مستمرة من 19 سنة. علاء رجل أعمال واتجوزها مع بداية اعتزالها وابتعادها عن الأضواء. والغريب إن سهير رمزي واللي عمرها دلوقتي 73 سنة لما سألوها إن كان جوازها بعلاء هيستمر لآخر العمر قالت لهم الله أعلم هنستمر ولا لأ. ولما لحظت المفاجأة في عيون اللي بيسمعوا الإجابة قالت أنا أتمنى نبقى لآخر العمر، بس دي حاجة بتاعت ربنا.